الصدق والكرامة والنخوة والشهامة والحب والسلام، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. الصدق والكرامة والنخوة والشهامة والحب والسلام، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. طهارات اليدين وبر الوالدين وصلة الأرحام، هذا هو الإسلام. أخلاقنا الكريمة من قرآن كريم، نياتنا السليمة من ديننا العظيم. كرم بلا حدود، وفاء بالوعود، عطف على الأيتام، هذا هو الإسلام. كرم بلا حدود، وفاء بالوعود، عطف على الأيتام، هذا هو الإسلام. حكايات جميلة حدثت من 1000 عام، معانيها النبيلة تسمو مع الأيام. تهذب الضمائر، تجمل السرائر، وتقول للأنام، هذا هو الإسلام. كرم بلا حدود، وفاء بالوعود، عطف على الأيتام، هذا هو الإسلام. تهذب الضمائر، تجمل السرائر، وتقول للأنام، هذا هو الإسلام. كرم بلا حدود، وفاء بالوعود، عطف على الأيتام، هذا هو الإسلام. كرم بلا حدود، وفاء بالوعود، عطف على الأيتام، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. كانت معركة اليرموك في العام 13 من الهجرة بين جيش المسلمين وجيش الروم. تولى قيادة جيش المسلمين خالد بن الوليد بعد أن تنازل له أبو عبيدة بن الجراح عن القيادة. وضم جيش المسلمين 36,000 مقاتل، بينما ضمت جيوش الروم 240,000. كيف تجرأوا على محاربتنا وعددهم أقل من سدس عددنا؟ لقد جاءوا لهلاكهم أيها القائد العظيم. يبدون أضعاف عددنا يا خالد. لم ينتصر المسلمون من قبل بزيادة عدد أو عتاد. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. صدق الله العظيم. يقاتل المسلمون قتال من لا يخشى الموت. سمعت أنهم يقولون قبل أي معركة: هيا إلى إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. أعتقد أن السر في قائدهم خالد بن الوليد. نعم، سيف الله المسلول. سيف الله المسلول؟ من أطلق عليه هذا اللقب؟ يقال إن رب المسلمين قد أنزل على رسولهم سيفا من السماء، فأعطاه لخالد بن الوليد، فلا يسله على أحد إلا هزمه. سيف من السماء؟ هذا شأن خطير. أتخشى أن يهزمنا خالد بهذا السيف يا سيدي؟ بل أفكر فيما هو أبعد من ذلك. فيما تفكر يا سيدي؟ ها؟ أترى ما أراه؟ يا خالد بن الوليد،
أنا القائد جرجة من جيش الروم، جئت لأحدثك في أمر مهم، فلتخرج إلي الآن. هل ستذهب إليه؟ عرفت يا خالد أنك لا تخشى شيئا، ولو كنت أنوي الشر لما جئت وحدي إليكم الآن. سأذهب إليه. حذاري من أن تكون خدعة. اتجه خالد بجواده إلى جرجة حتى اختلفت عنق الدابتين، وكأن أحدهما قد اطمأن إلى صاحبه. فيما جئتنا أيها القائد الروماني؟ عندي لك سؤال، فاصدقني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني، فإن الكريم لا يخادع. حقا؟ فما هو سؤالك؟ هل أنزل ربكم على نبيكم سيفا من السماء فأعطاه لك فلا تسله على قوم إلا هزمتهم؟ لا والله، لم يحدث ذلك. فلماذا إذن سميت سيف الله؟ إن الله عز وجل قد بعث فينا نبيا دعانا إلى الإسلام، فنفرنا منه وبعدنا عنه، ثم آمن به بعضنا واتبعه، وكنت أنا من المكذبين فقاتلته حتى هداني الله إلى الإيمان، فاتبعت رسوله، فقال لي صلى الله عليه وسلم: إني سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، ودعا لي بالنصر، فسميت بذلك سيف الله، فأنا من أشد المسلمين على المشركين. إذن أخبرني، بماذا جئت إلى هنا تدعوننا؟ ندعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقروا بما جاء به من عند الله. فمن لم يجبكم يدفع الجزية وندافع عنه، فإن لم يعطها لكم نؤذنه بحرب ثم نقاتله. فما منزلة الذي يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر؟ منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا، شريفنا ووضيعنا، أولنا وآخرنا. يعني من يسلم الآن كمن أسلم في حياة نبيكم؟ نعم، وربما هو أفضل. كيف يساويكم وقد سبقتموه؟ لقد أسلمنا وبايعنا الرسول وهو حي بيننا، يأتيه الوحي من السماء فيخبرنا به، وقد رأينا المعجزات والآيات بأعيننا، وحق لمن رأى وسمع أن يسلم ويبايع. أما أنتم فلم تروا ما رأينا، فمن دخل في الإسلام منكم بحق وصدق كان أفضل منا. قل لي يا قائد المسلمين، أبالله صدقتني ولم تخادعني في كل ما ذكرته الآن؟ بالله قد صدقتك يا قائد الروم. لم يستطع جرجة القائد الرومي أن ينام في تلك الليلة، ظل يفكر في كلام خالد بن الوليد له. لقد أسلمنا وبايعنا الرسول وهو حي بيننا، يأتيه الوحي من السماء فيخبرنا به، وقد رأينا المعجزات والآيات بأعيننا، وحق لمن رأى وسمع أن يسلم ويبايع. أما أنتم فلم تروا ما رأينا، فمن دخل في الإسلام منكم بحق وصدق كان أفضل منا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. كسبت الإسلام، وكسبك الإسلام أيها القائد الروماني الشجاع. أهكذا الوضوء كما علمتني؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هكذا تكون قد صليت أول ركعتين لك في الإسلام. لم يخطر ببالي لحظة أني سأسلم بهذه السرعة. ولم يخطر ببالي أنني سأكون سببا في إسلامك، وسأحقق هذا النصر الكبير قبل أن تبدأ المعركة. حارب القائد جرجة في صفوف المسلمين ضد جيش بلاده الروم. كان فارسا شجاعا قويا، وكأنه أراد أن يحقق نصرا للمسلمين يعوض به
كل ما فاته من الإسلام. ها هو أيها القائد البطل. هل انتصرنا يا خالد؟ نعم، انتصرنا بفضل الله. أكون بهذا قد نلت كلتا الحسنيين كما تقولون، النصر والشهادة. سنعالجك فورا. فات الوقت يا سيف الله، ادعو الله لي بالمغفرة. سيغفر ذنبك إن شاء الله، فالإسلام يجب ما قبله. حتى ولو لم أصلي سوى ركعتين فقط في حياتي. صليت ركعتين ثم جاهدت في سبيل الله. كنت أرجو أن أعيش أكثر من ذلك في رحاب الإسلام، ولكن عزائي أنني سأموت شهيدا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الصدق والكرامة والنخوة والشهامة والحب والسلام، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. حكايات جميلة حدثت من 1000 عام، معانيها النبيلة تسمو مع الأيام، تهذب الضمائر تجمل السرائر، وتقول للأنام هذا هو الإسلام. كرم بلا حدود، وفاء بالوعود، عطف على الأيتام، هذا هو الإسلام. كرم بلا حدود، وفاء بالوعود، عطف على الأيتام، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام.